أحيانا اللقطة اللي بتوجع مش بتتسجل بكاميرا، بتتسجل في الذاكرة. النهاردة في خلف الشاشة هنكشف الجانب اللي محدش شافه من حادثة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي. مش بس الحادث، لكن ما وراء الكاميرا، الألم، الرسالة، والمشهد الإنساني الحقيقي. يوم الجمعة 7 نوفمبر، طريق المنيا الصحراوي الشرقي. الساعة كانت حوالي 7 الصبح. إسماعيل الليثي راجع من حفلة في أسيوط والضحك لسه على وشوشه، لكن في لحظة المشهد اتبدل. تصادم عنيف بين سيارتين، 3 أرواح راحت و7 مصابين من ضمنهم الليثي. السيارة كانت شبه خردة، والليثي اتنقل لمستشفى ملاوي بأسيوط، ربنا يشفيه. الليثي كان لسه من أيام بيغني على المسرح وبيقول الدنيا حلوة بس نفهمها. بس الحقيقة إن الدنيا ساعات ما بتديش فرصة نفهمها أصلا. ما وراء الكاميرا هنا مش الشهرة ولا اللايكات، لكن تعب فنان طالع من الطبقة الشعبية، بيحاول يعيش، يفرح الناس وينسى وجعه. زوجته شيماء نزلت فيديو هي بتعيط وتقول ادعوله حالته حرجة. مشاهد زي دي بنشوفها كل يوم، لكن المرة دي كانت حقيقية مش تمثيل. ورا كل فنان مشهور إنسان بيتألم. الحادث ده مش مجرد خبر عابر، هو تذكرة إن الشهرة مش درع، وإن الكاميرا ممكن تقف بس الحياة ما بتقفش. ورا الكاميرا في تعب وخوف وناس بتدور على لحظة راحة. إسماعيل الليثي النهاردة بيكافح على سرير المستشفى، لكن صوته لسه عايش في قلوب الناس. من هنا ومن خلف الشاشة بنقول خلي بالك من نفسك، لأن اللقطة اللي جاية مش دايما هتتكرر. ودي كانت حلقتنا النهاردة من خلف الشاشة. ما تنسوش تدعوا لإسماعيل الليثي، ربنا يشفيه.